Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne geliyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Raziye. Aşkım. Raziye. جاء وقت الحق وأصبحت ما هي فاضية لمجاملات أختها عيد ميلاد مع عيد ميلاد، ما عنده وقت للكلام الفاضي. جاء وقت الحق وصار بصره حديد. وش كان همه بالدنيا؟ وش كانت نواياه وتفكيره؟ هل سرقت؟ هل جرحت وضرت نفس؟ هل حسدت؟ هل كانت تنم وتتكلم بظهر غيره؟ جاء وقت العدل. لا يفوتك الأوان أنت. يا ليت أنصح نفسي. ويقال إنه ماتت بنفس اللحظة. ثاني فيديو وللأمانة من أغرب الفيديوهات اللي مرت علي. هذا الفيديو الأسد، ومعروف ملك الغابة بشجاعته، ولكن هذا الفيديو راح يوضح لنا إن في كائنات خفية عن عيوننا أقوى من الأسد. شوفوا الفيديو ودققوا، راح تلاحظون الأسد كأنه بمبارزة مع كائن خفي، وراح تلاحظون إن الأسد كأنه خايف، وفجأة تم قبض روح الأسد. امسكوا عقولكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو. وش الطاقة الخفية اللي قبضت روح هذا الأسد؟ غضبان بالنار غير غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك لحظة دخول ملائكة ثم ملك الموت بعد ذلك. بالله عليك تخيل معايا كده، ده ملك الموت دخل عليك ومعاك تحت المخدة الفلوس اللي انت جبتها من الحرام، معاك تحت المخدة علبة السجاير اللي انت حاططها، معاك في نفس الغرفة الشيشة اللي انت مجهزها، معاك في نفس الغرفة الدش متولع على قناة إباحية، معاك أي حاجة حرام. تتمنى يخش عليك ملك الموت وانت واقع في أي معصية؟ تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت قاعد في السينما او في المسرح؟ تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت في اي معصية تغضب بها ربنا سبحانه وتعالى؟ وفي نفس الوقت عايزك تتخيل ملك الموت داخل عليك، قدامك زوجتك الجميلة، حواليك فلوسك واولادك والفيلا اللي انت ساكن فيها، ورغم ذلك مفيش حاجة نفعتك. كل دوت هيتسلب منك في لحظة، لان النبي سمى الموت هادم اللذات. كل اللذات الجميلة اللي قدامك دي، زوجتك الحلوة، أولادك الجمال، فلوسك، ملكك اللي انت عايزه كله او اللي انت عايشه كله، كل دوت هيتشال في لحظة، كل ده هيتلغي في لحظة. كل دوت ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي وما تحزنش على اللي فات بقى، سيبك من كل اللي فات. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة أي نداء هينادي عليا بيه ملك الموت. ملك الموت دي لحظة صعبة جدا. تخيل حضرتك طالب في ثانوية عامة واقف بيسمع نتيجة الامتحان، وشتان ما بين نتيجة كلية ولا ثانوية ولا غيره، وما بين دخول جنة أو نار. تخيل حضرتك هو رقمه مثلا 5000، والعمال الراجل عمال بينادي 4997، 4700. ده بينادي على أسماء مين؟ على أسماء اللي ناجحين أو على أرقام اللي ناجحين. 4997، 98، 99، ولو عدى وقال 5000 واحد أنت ساقط، ولو قال 5000 انت ناجح. فانت على طول خدت نفس وكتمته، وما انتش عارف هيقول ايه بالظبط. 4999 فجأة 5000، فرحة الدنيا كلها دبت في قلبك لانك نجحت ورايح كلية. لا تخيل بقى وانسى المثال ده، تخيل بقى انت مش نجحت ورايح كلية، ده انت نجحت ورايح نعيم قبر، وراح جنة، وراح لرضوان الله
سبحانه وتعالى راح لنعيم بجد، نعيم حقيقي، نعيم خالدا مخلدا، مفيش امراض، مفيش اسقام، مفيش فقر، مفيش جوع، مفيش قوه عامله، مفيش بقى ناجح ولا ساقط ولا عايش يتيم ولا عايش، لا انت هتعيش في نعيم في جوار الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فاي نداء ينادى عليا يا ترى هيقول يا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، ولا هيقول التانية يا ايتها النفس بعد الالف واللام جسم العروق فيه هتنتفض، الدماء هتتجمد، ما انتش عارف هينادي عليه يقول ايه، يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه، ما بعد الالف واللام هتعرف مصيرك. في الوقت دوت انت مستني النداء ومستني طلوع الروح، وانت لوحدك اللي شايف ملائكة الرحمة. احنا بنتكلم عن المؤمنين دلوقتي، انت شايف ملائكة الرحمة وشايف ملك الموت قدامك عند راسك وبينادي عليك، وكل اللي حواليك في الغرفة لا حد شايف ولا سامع، كما قال جل وعلا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.